مساء العسل، مش خسارة فيكو الحمامة ان احنا نفتحها. فتحت لكم واحدة من اللي احنا كنا عاملينها دي تيست. شايفين الرز عامل ازاي؟ شايفين المنظر؟ شايفين الجمال؟ الرز مفلفل ازاي؟ عايزة اقول بقى كلمة كده للست الجميلة اللي بتتصل تسأل هو الحمام بكام، واما تقول لها السعر تقولك سعر الجوز. لا يا حبيبتي، ده بيبقى سعر الفرد بتاع الحمام. سعر جوز الحمام ده يعني مش منطقي ان يبقى سعر جوز الحمام وهو معمول ارخص من سعر جوز الحمام وهو لسه ما شارينه من عند الراجل. وبعدين ده يا جماعة صنف من الاصناف اللي بيتعب فيها، ده متعوب فيه. فما تستهتريش ولا تستهيني بالمجهود ده، وان لازم الناس تاخد ثمنه. وكل ما كان نظيف وكل ما كان مخدوم وكل ما كان معمول حلو، كل ما انا من حقي ازود في سعره. فبلاش بقى الاسبهلال بكم. ليه؟ مش ليه، ده مش بتاع اتكلف كام عشان يتباع بكذا. ده اتكلف مجهود يا حبيبة قلبي. ها، يا ريت بس الرسالة تكون وصلت. بس صنف متعوب فيه، لازم الناس تكسب فيه، لازم مكسب يوازي التعب. انا تعب الصنف ده عندي بيبدأ بداية من ان العميل يقول لي انا عايز اكل حمام، لحد ما اسلمه له وهو بيستلمه مني. لان من اول ما بيكلمني بقعد بقى ادور المكان اللي عنده حمام نظيف، المكان اللي عنده حمام فعلا بثق فيه وهيجيني جلده كويس وهيجيني مش عارف ايه، لحد ما يجي ويوصل ومش عارف ايه. ونفضل بقى نفتح ننظف في الحمام ونظبط فيه ونتأكد ان ما فيهوش اي حاجة زفرة، ونعمل له الخلطة بتاعته ونبقى محافظين ان الخلطة تبقى مفلفلة بالمنظر ده. يعني ده صنف في حشو في سلق وفي تحمير وفي كل حاجة. احنا لازم نبقى يعني بنعتني بالصنف ده من الألف إلى الياء عشان يوصل للعميل بالشكل اللي يرضاه. فبلاش فتحة بق واسبهلال، وفي نفس الوقت اوعوا تبخسوا للناس مجهودهم وتعبهم ووقتهم. شكرا.